أهلا بيكم أعزائي المتابعين وحلقة جديدة من حلقات الدنيا أحلى مع مروة. النهاردة هتكلم معاكم على التصرفات والأفعال اللي بتهدم الحياة الأسرية. هناك بعض التصرفات والأفعال اللي ممكن تهدم الحياة الزوجية وتؤدي بيها للفشل. حاجة من الحاجات اللي بتؤدي لفشل الحياة الأسرية هي كثرة الانتقادات. إنه حد من الطرفين ينتقد الآخر بطريقة سلبية في الكبيرة والصغيرة. مش بنتكلم هنا على إن في سلوكيات وحاجات أخطاء كبيرة في مبادئ أو أخلاق أو قيم، لأ، إحنا بنتكلم على انتقادات على الإيه، على الكبيرة والصغيرة، وانتقادات سلبية. كل من طرفين، حد من الطرفين أو واحد من الطرفين آه، أخد الحياة بشكل انتقادي، وكل كبيرة وصغيرة انتقد بيها انتقاد سلبي للطرف الآخر، هنا بيبعدوا عن بعض، وبالتالي مش هيبقى فيه تواصل، وبالتالي فإن الحياة الأسرية هنا هتتهدم. حاجة من الحاجات كمان اللي بتؤدي لفشل الحياة الأسرية هي الرشوة. إن واحد من الطرفين يرشي الآخر، بمعنى انه مثلا إيه من كتر مثلا زن الست على الراجل، والراجل عاوز يسكتها، او ان هي دايما تعمل له مشاكل في حاجات كتير. يقول لها طب بقولك خدي بس الفلوس دي واسكتي. او مش بيقولها بشكل مباشر، هيقول لها طب خدي الفلوس دي. فاصبحت هنا عرفت انه دايما وقت ما هيبقى فيه مشكلة هتاخد فلوس في ايديها بكمية كبيرة، وبالتالي فمش هتبطل العادة دي، وعرفت اخرها فين. ودي حاجة من الحاجات اللي ممكن تؤدي لفشل الحياة الزوجية. بالنسبة بقى للطرف الآخر الراجل، هتقول مثلا الست لولادها بقول لكم اسكتوا بقى، هو هيجي ياكل لقمة وخلاص ويمشي. أو خلينا نرتاح من قرفه، خليه ياكل لقمة كده ويدخل ينام وارتحنا. فهنا بتقدم حاجة في المقابل، انه ما يبقاش فيه تواصل وما يبقاش فيه كلام بين الطرفين، وبالتالي فإن ده بيؤدي لفشل الحياة الزوجية. أصبح كل حاجة في حياتهم ملهاش طعم للأسف. كل حاجة في حياتهم بيعملوها عشان يخلصوا من القرف، وكل حاجة ما فيهاش بركة، يبقى ولا فيها طعم، ولا ليها طعم، ولا ليها بركة، ولا فيها بركة. سبحان الله. وكمان في نقطة مهمة جدا جدا جدا، وأثرها كبير جدا في فشل الحياة الزوجية، إن كل واحد من الطرفين يروح يشتكي أو يتكلم كتير عن مشكلته للأطراف اللي حواليه. حاجة عاوزة أوضحها، إن كل واحد أو كل حد من الناس اللي حواليهم له تجربته الشخصية في ظروفه هو، وما تنفعش لأي ظروف حد تاني. بالتالي الكلام اللي اتقاله، كل واحد بشخصيته، وكل واحد له حياته، وكل واحد بظروفه مختلفة، ما ينفعش تجربته تتطبق أو حلها يتطبق على ناس تانية بظروف تانية. يعني الوقت اللي هتضيعوه في ان كل واحد يروح يتكلم مع اطراف تانية، مش يعني ليها تجربة مختلفة وحياتها مختلفة عن حياتكم، كل واحد يقعد مع الطرف الاخر المقابل ليه، ويعرف ايه الحاجات اللي ممكن تزعله، وايه الحاجات اللي ممكن تضايقه، ويتكلموا فيها ويحاولوا يحلوا امورهم ما بينهم وما بين بعضهم. يعني الوقت اللي ضايع في ان كل واحد يروح يتكلم مع الناس اللي حواليه ويحكي تجربته، والتاني يحلله تجربته من وجهة نظره. طبعا الظروف مختلفة والحياة مختلفة، فالآراء حتى اللي هيدوها ممكن تكون غير صالحة لظروفهم هم. يعني يقعدوا مع بعض في نفس الوقت، يعني الاتنين يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض اللي مضايقهم من بعض،
وإيه الحاجات اللي بيحبوها في بعض، وإيه الحاجات اللي بتضايقهم من بعض، ويحلوا أمورهم ما بينهم وما بين بعض. يبقى هما كده كسبوا وقتهم وما ضيعوش وقت على الفاضي، وفي نفس الوقت هما أدرى بظروفهم من الناس اللي حواليهم. كل بيت وله ظروفه، وكل بيت له تجاربه الخاصة وشخصياته اللي ما ينفعش تتطبق كلها على بيوت مختلفة. أصبح هنا إحنا ما نضيعش وقت في شكوى، ولكن نقعد ونحل ونشوف إيه مشكلتنا، عشان ما فيش حد أدرى بيها غيرنا إحنا. وبالتالي إحنا هنقعد من باب حياتنا تكون سعيدة وتكون بخير، مش عشان خاطر مين فينا غلطان يعني. ولازم كل واحد من الطرفين يحاول يوصل للطرف الآخر، ويبقى يلاقي نقطة تلاقي، علشان خاطر موضوع التواصل ده مهم جدا 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 في العلاقات الأسرية، علشان خاطر يقدروا يوصلوا ويحطوا أسس لبناء حياة سليمة أسرية بتقوم كلها على التفاهم والود والمحبة. وإن شاء الله يا رب بيوتنا كلها يعمها السلام والأمان والمودة والرحمة والسكينة، وأتمنى للجميع كل الخير، اللهم أمين يا رب العالمين. ومستحيل هنا إنه يبقى هدف كل من الطرفين إسعاد الآخر، وإنه يبذل أقصى جهده إنه يعني اللي قدامه يبقى سعيد ومبسوط في حياته. مستحيل ربنا يضيع الفعل ده والإحسان ده والحاجة الكويسة والفعل الطيب ده، ويبقى في حاجة تقدر الحياة الأسرية. بالعكس تماما، كل ما ربنا شاف إن كل واحد من الطرفين سعى إنه يسعد الطرف الآخر ويعمل كل حاجة حلوة ليه، وبالتالي فالتاني يلاقي ده ويلمس أثره عليه، فإن حياتهم هيبقى فيها بركة من عند ربنا. يعني يبقى شايف إنه النوايا خير، وبالتالي يعطيهم كل الخير والبركة في حياتهم إن شاء الله. طبعا وعلى العكس من كده، لو إن كل من الطرفين تخيلوا كده بقوا يتصيدوا الأخطاء لبعض، ويحاولوا إن هم ينتقدوا بعض، أو يبقى فيه كده كل من الطرفين مستني وواقف غلطة للتاني، طبعا ربنا ما بيجعلش بركة في الحياة دي، وبيجعل فيها مفيش فيها مودة ولا رحمة ولا فيها لله يعني، ولا فيها شيء لله. تبقى حياتهم هنا انتزعت منها كل شيء وكل معاني حلوة للحياة ما بينهم. فهنا أسلم شيء إنه كل واحد يدور على إسعاد الطرف التاني، بما إنهم قرروا إنهم يعيشوا مع بعض لازم يعيشوا سعداء، ويبقى ما بينهم كل المعاني الكويسة الحلوة. وطبعا أكيد ده من الذكاء إنه الاتنين يسعدوا بعض ويدوروا على إنهم يريحوا بعض ويصلحوا من بعض، وشوف ايه اللي ممكن يعملوه كل واحد من التاني على انه يسعد اللي قدامه. فإن حياته هنا هتبقى فيها كل المعاني الكويسة الحلوة اللي يخليهم يرتبطوا ببعض أكتر. من هنا أتمنى تكون حياة الجميع هادية وفيها سكينة ومودة ورحمة وخير ومحبة للناس أجمعين يا رب العالمين. وأهلا بيكم، وكانت هي دي حلقتي في الدنيا أحلى مع مروة. أتمنى تكون نالت إعجابكم، وشكرا لحسن الاستماع ولوقتكم اللي قضيتوه معايا، وإن شاء الله نتلاقى في حلقة جديدة والدنيا أحلى مع مروة.